النقطة الثانية اللي معانا مع الزمالك يمكن دي بقى هتزعل برضو الزملكاوية شوية، لكن احنا بنعرض ما احنا ارقام. بنعرض سلبيات هنا وهنا. بالظبط، انا اتكلمنا على الاثنين عشان محدش بس يقول ايه طبعا الزمالك خسر امام ليوبار الكونغولي، كان قبل 4 ايام من العيد الصغير. طبعا دي كانت اخر مباراه قبل العيد للزمالك. معانا جدول بس جل الهزائم الزمالك في الاعياد اخر 7 سنين. يمكن في نقطه سلبيه شويه يا نادر، ان الزمالك في الاعياد سواء العيد الصغير او العيد الكبير في ال7 سنين الاخيره بيتعرض لهزائم دايما بشكل كبير جدا. يمكن ده الجدول اللي معانا، جدول تفصيل الاعياد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى. يعني سريعا كده: 2006 خسر امام الاهلي 2-1 في الدوري. 2007 عيد الفطر خسر تعادل مع اسمنت السويس في القاهره 1-1. 2007 عيد الاضحى هزيمه من بتروجيت 1-0. 2008 عيد الفطر ده الفوز الوحيد على الترسانه 1-0 بهدف جمال حمزه. ده الفوز الوحيد في اخر 15 مباراه. في اخر 15 مباراه 7 سنين متتاليه فوز واحد بس فقط على الترسانه، ده الفوز الوحيد. بعد كده هزيمه من حرس الحدود في ديسمبر 2008 1-0. هزيمه من الاسماعيلي في عيد الفطر سبتمبر 2009 1-0. هزيمه في عيد الاضحى نوفمبر 2009 امام غزل المحله 1-0. ثم في 2009 هزيمه من اتحاد الشرطه في عيد الاضحى 2-0. وعيد الفطر 2010 تعادل مع الجونه هنا في القاهره 1-1 برضه، يعني يعتبر تعادل بطعم الهزيمه. عيد الاضحى 2011 هزيمه من اتحاد الشرطه 2-1. ثم عيد الاضحى عيد الفطر اللي فات اللي هو السنه اللي فاتت هزيمه امام مازيمبي الكونغولي 2-1 هنا في القاهره في دوري الابطال. عيد الاضحى اللي فات كان مباراه وديه امام تليفونات بني سويف تعادل 2-2. ثم اخيرا هزيمه امام ليوبار الكونغولي 1-0 قبل عيد الفطر ب3 ايام بالظبط. الحمد لله مفيش مباراه في العيد السنه دي يعني. لا خلاص دي كانت بعد العيد. المهم المنتخب يبعد عن يوم 4 ويبعد عن الاعياد يعني المنتخب برضه احنا خايفين عليه طبعا.